السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. في الفيديو السابق للمهندس محمود سعيد، اتفاجئت انه قال لمتابعيه ان اللي بيشتغل في معمل او في لاب والتيتشر اسيستنت بيعملوا $30 الساعة. انا نفسي اتفاجئت من الرقم. بس احب الفت نظر حضراتكم لحاجة مهمة جدا، وهي ان مش كل اللي شغالين في لاب بيعملوا نفس المرتب، حسب نوع اللاب وبيعمل ايه، وهو الشخص نفسه مؤهله ايه او موقعه ايه في اللاب. في ناس بتكون مثلا في ناس بتكون درست وخدت بكالوريوس عشان تشتغل في لاب، فمرتبهم بيبقى عالي فعلا، لأنه هو درس 4 5 سنين، خد قرض قيمته ما بين 50,000 إلى فوق 100,000، الله أعلم خد كام بالظبط حسب الجامعة اللي اتخرج منها. فطبعا لما يعمل مرتب عالي أنا مش هندهش. فده واحد ماسك المعمل، فبيعمل مرتب عالي. لكن لو انت هتشتغل كمساعد او يعني واحد شغال من غير مؤهلك وكده، فهيبقى لك مرتب مختلف تماما عن مرتب هذا الشخص اللي اتعلم واللي هو ماسك منصب كبير في المعمل. فحسب خبرتك وحسب تعليمك بيكون موقعك في هذا المعمل. حضرتك بالنسبة للمعمل بيبتدي فعلا $20 الساعة وانت طالع، 22 الساعة وانت طالع، ده المعمل. فإذا في مدينة نيويورك في ناس اللي هي من أعلى مرتبات أمريكا. المعمل نفسه في ناس كتير بتشتغل فيه بأقل من $30 الساعة، مش $30 الساعة زي ما محمود سعيد قال. وفي ناس بتشتغل بأكتر من $30 الساعة على حسب البوزيشن. لكن انت غلط انه يقول لك ان انت هتعمل $30 الساعة لما تشتغل في معمل في أمريكا. انت لو هتشتغل من غير مؤهل وخبرة ما تتوقعش انك هتبتدي او هتعمل $30 الساعة دي. انت ممكن تحتاج سنين عشان تعملها وانت شغال في هذا المعمل. ده بالنسبة للي شغال في المعمل، كتير منهم ما بيعملش $30 الساعة. نيجي لشغلانة التيتشر اسيستنت اللي قال انها بتعمل بيعملوا $30 الساعة في نيويورك، اللي هي من اعلى مرتبات امريكا. بقول لحضراتكم ان التيتشر اسيستنت انا سمعت ارقام ما بين 20 $26 الساعة، لكن الرقم $30 الساعة لتيتشر اسيستنت بصراحة ما عمروش عدى عليا، وما فيش حد من التيتشر اسيستنت بيعمل $30 الساعة، إلا طبعا يعني حسب المكان وحسب المدرسة وحسب حاجات كتير. يجوز يكون في اللي منهم بيعمل $30 الساعة. لكن لما محمود سعيد يقول ان انت كتيتشر اسيستنت هتعمل $30 الساعة في امريكا، هو كده بيدلس على المتابعين بتوعه، لان اغلب التيتشر اسيستنت ان لم يكن كلهم ما بيعملوش الرقم ده. فده اولا لفت نظر الناس، لان المرتبات بيتوقف عليها عوامل كبيرة، من ضمنها اهمها المؤهلات والخبرات اللي عندك في المعمل، وحسب المعمل ده بيعمل ايه حضراتكم. طيب، هل الارقام دي اللي انا لسه قايل لكم عليها صحيحة لكل امريكا؟ لا يا اخوانا،
أرقام نيويورك دي تعتبر من أعلى الأرقام إن لم تكن أعلاها على الإطلاق. جايز اللي الولاية اللي فيها مرتبات أعلى تكون كاليفورنيا، لأن تكلفة المعيشة فيها أعلى من نيويورك بكتير، فحسب برضو المدينة. يعني فنيويورك وكاليفورنيا دي اعلى مرتبات في امريكا. وبقول لحضراتكم ان التيتشر اسيستنت فيها ما بيعملش 30 الساعة، وان اللاب ووركر اللي شغال في لاب كتير منهم ما بيعملش 30 دولار الساعة. فغلط ان محمود سعيد يصدر للبسطاء ارقام زي دي، لازم يوضح لهم. حضراتكم في الولايات التانية لو اشتغلت بقى كلاب في لاب او تيتشر اسيستنت، توقع انك هتعمل ارقام اقل من هذه الارقام بكثير. يعني انا بقول لحضراتكم كمان خلوا بالكم ان حتى في مدينة نيويورك انت لما بتبتدي ساعات في السنة الاولى كمان ممكن تعمل حد فلوس يعني ايه مقاربة للحد الادنى للاجور، عشان عايزين يشوفوك انت هتشتغل كويس ازاي. فممكن تيتشر اسيستنت في مدينة نيويورك يعمل 15 17 ممكن يا اخوانا، ايوه على حسب عوامل كتير. فالولايات التانية بقى اللي هي غير ولاية نيويورك اللي هي تكلفة المعيشة فيها أقل، دي حضراتكم بقى المرتبات دي والأرقام دي هتلاقي مرتبات أقل من الأرقام اللي أنا قلتها لحضراتكم بكتير. فلو التيتشر أسيستنت في مدينة نيويورك مثلا بيعمل ما بين 15 ل 26 الساعة، توقع انه في الولايات التانية هيعمل اقل من كده بكتير. ولو اللاب بيشتغل بيبتدي ب20 22 دولار الساعة فما فوق، توقع انه في الولايات الاخرى هيعمل اقل من ذلك بكثير. نيجي بقى للرقم 30 دولار الساعة اللي محمود سعيد استخدمه. حضراتكم الرقم ده انت دخلت في شريحة كبيرة مش في شريحة عادية. واحد بيعمل 30 دولار الساعة يا اخوانا، ده هيطير نص مرتبه تقريبا في الضرائب. بوضح لحضراتكم، لو واحد كان بيعمل 20 ممكن نقول تلت مرتبه يطير في الضرائب، لكن دخلت في 30 نص مرتبك تقريبا هيطير في الضرائب. فالرقم اللي انتوا بتسمعوه دايما بذكركم المتابعين بتوع قناتي فاهمين دي، ان ده رقم جروس مش نت، مش داخل جيبك. بعد الضرائب والخصومات بتلاقي ارقام تانية دائما. فال30 بيخش جيبك منها اقل من 20 دولار الساعة، ممكن 15 ممكن 16 حاجة من هذا القبيل 17، يعني على حسب برضو عوامل كتير في موضوع الضرائب. انت متجوز مخلف مش عارف ايه اشياء كتير. بس خلينا في المهم ان الرقم 30 الساعة ده رقم خرافي مش حقيقي، لان بيتخصم منه ضرائب وخصومات. معايا حضراتكم؟ نيجي بعد كده لتجربتي انا الشخصية. انا اشتغلت في معمل ما عملتش فيه 30 دولار الساعة حضراتكم، بس بعترف طبعا ان الكلام ده كان زمان، ايام ما الارقام كانت اقل من ذلك بكثير. واشتغلت ب5 الساعة و7 دولار الساعة و8 دولار الساعة. بقول لحضراتكم الكلام ده كان سنة تقريبا 2003 2004 حاجة في الحدود دي. كانت الارقام غير الارقام صحيح، بس طبعا يعني في غيري اللي كان بيعمل اكتر من كده بكتير، وبالذات من المؤهلين. فما تقدرش انك انت تصدر للناس رقم بناء على تجربتك الشخصية او بناء على معرفتك لواحد معين بيعمل مرتب معين. هي دي الفكرة اللي انا عايز اوصلها للناس، لان اليوتيوبرز مستمرين في خداع البسطاء بارقام غريبة. ما ينفعش تنقل تجربتك الشخصية وتعممها. كذلك حضراتكم بلفت نظركم لنقطة مهمة، ان على حسب شغل اللاب
وعلى حسب برضو شغل التيتشر اسيستنت. في تيتشر اسيستنت يا جماعة بيشتغلوا في مدارس العيال اللي فيها مش كويسين، عيال مجرمين، فطبعا ده بيعاني، وعشان كده ممكن حتى ما يعمرش في الشغلانة. كذلك اللاب، في برضو بعض اللابس ضغط الشغل فيها بيكون عالي، وطبعا لما ضغط الشغل بيعلى صاحب العمل هيتنرفز ويقل أدبه عليك، فممكن برضو ما تعمرش فيها. في ناس بتشتغل في لاب شغلانة يعني ايه، تقدر تصد فيها. في شغلانة تكون بتديك ستريس وضغط الشغل فيها يكون عالي. وبرضو التيشر اسيستنت ممكن تقابل مدرسة الأطفال فيها يكونوا كويسين، مدرسة تانية الأطفال فيها يكونوا صعبين ووحشين. فأنت يعني إيه، برضو عامل آخر بيخش في الموضوع، هل أنت هتعمر في الشغلانة دي وتتحمل الاسترس بتاعها ولا لا؟ كل شغلانة ليها الاسترس بتاعها، ومش لكل الناس، على حسب كل شخص يعني. أرجو الرسالة تكون وضحت، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.